لو بتحسوا بالملل كل ما بتيجوا تقفوا قصاد الدولاب بتاعكم علشان تختاروا اوتفيت لكل يوم، وبتحسوا ان انتوا عندكم كل البيزكس اللي ممكن تخليكم تلبسوا بشكل حلو، لكن في نفس الوقت بتحسوا ان اللبس بتاعكم شكله ممل وناقصه حاجه تخليه شكله احلى، ففيديو النهارده ليكم. هاي ويلكم تو ماي نيو فيديو النهارده هيكون عن ازاي نقدر ان احنا نخلي اللبس بتاعنا شكله مش ممل. كمان هنتكلم النهارده على ايه اصلا اللي بيخلي شكل اللبس ممل، بلس هوريكم كذا اوتفيت وكذا افكار اوت اوف ذا بوكس. ولو عجبكم الفيديو بليز اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام تاج، يلا بينا نبتدي الفيديو. مقدرش اساعدكم ازاي ممكن نتخلص من احساس الملل لما بنيجي نختار اي اوتفيت علشان نلبسه، غير لما نعرف اصلا ليه بنحس باحساس الملل ده. مشكلتنا على طول لما بنيجي نتفرج على اي فيديو ليه علاقه بالموضه على السوشيال ميديا، طول بنسمع كل الناس بتقول البسوا البيزكس، اعملوا بيزكس، اشتروا بيزكس علشان تقدروا تلبسوا اوتفيتس كتير. لكن المشكله هنا ان كل ما بنسمع اشتروا بيزكس بنروح نشتري بيزكس اكتر، فالمشكله عندنا هنا بتكون مش في البيزكس اصلا، المشكله عندنا هنا بتكون في ان احنا خلاص اشترينا كل الاساسيات، احنا بقى محتاجين ان احنا ننسق الاساسيات دي بشكل حلو. عمرنا ما هنقدر ننسق الاساسيات دي بشكل حلو غير لما نعرف ايه اصلا اللي بيخلي البيزكس دي يطلع شكلها حلو، ايه التبس البسيطه قوي في اي اوتفيت اللي ممكن تخليه شكله حلو قوي، ممكن في نفس الوقت يكون عادي قوي. فالنهارده انا هوريكم اوتفيتس كتير جدا من البيزكس اللي بتكون عندنا، وهقول لكم في كل اوتفيت ايه هو اللي بيخلي شكله حلو، او ليه احنا لما بنشوف الاوتفيت ده بيكون شكله حلو قوي لما احنا نلبسه ممكن شكله ما بيبقاش حلو قوي، لان احنا مش بنعمل نفس التبس او مش بنضيف نفس الحاجات اللي في الاوتفيتس دي. اول حاجه اساسيه على طول بنسمعها ان هي بيزك وعلى طول عندنا في الدولاب، وهي الجينز. كلنا عندنا بنطلونات جينز من بنطلونين 3 4 5 10، لكن الفكره هنا ان احنا لما بنيجي نلبس اي بنطلون جينز كلهم بنلبسهم بنفس الطريقه. يعني بلبس المونفيت بنفس الستايلنج بتاع الوايد ليج، بنفس الستايلنج بتاع الشارلستون، بعمل كل بنطلونات الجينز بنفس الطريقه. لكن الفكره ان مش كل البنطلونات الجينز بتتعامل بنفس الطريقه، يا اما ما كانوش عملوا كذا قصه منه. الفكره هنا ان كل قصه بيكون ليها اوتفيت معين. يعني مثلا زي اوتفيت نمبر 1، الاوتفيت ده رغم اننا شفناه كتير جدا ورغم اننا ممكن نلبسه بنفس الطريقه دي، لكن الفكره هنا مش في الاوتفيت نفسه، الفكره هنا ولا في البنطلون الجينز ولا حتى في التيشيرت الاسود ولا في البليزر ولا اي حاجه. الفكره هنا ان هي دمجت حاجات معينه مع بعض هي اللي طلعت الاوتفيت ده بالنتيجه دي، حاجات ممكن عينينا اصلا ما تاخدش بالنا منها. يعني ايه؟ يعني هي هنا لبست بنطلون جينز مونفيت في كاتنج بسيط جدا، اغلبنا ممكن ما ياخدش باله من التفصيلات الصغيره قوي دي. هي لما ضافت معاه تيشيرت كلنا بنلبس البنطلونات دي على اي تيشيرت اساسيه، يعني تيشيرت ابيض يعني تيشيرت اسود. الفكره هنا مش في البليزر نفسه كبليزر، الفكره هنا في الماتيريال نفسها بتاعت البليزر. يعني الليزر بيفرق جدا عن ماتيريال القماش. هنا هي اختارت ان هي تروح للحاجات سامبل but more interesting، يعني هي هنا لبست حاجه تكون ملفته للنظر بسبب الخامه. هي هنا مش ملفته للنظر بسبب ان شكل الاوتفيت ده شكله حلو قوي وان هي منسقه شكله حلو قوي، ولا حتى ان هي جسمها حلو قوي. هي هنا اختارت ان هي تلفت النظر للاوتفيت بتاعها بالخامه. من ذكاء منها ان هي لما جت نسقت الاوتفيت ده حطت معاه كونفرس. يعني اغلبنا لو لابس الاوتفيت ده هيروح للكومباكت بوت او للبوتس، لكن هنا هي راحت للسهل الممتنع، يعني راحت للكونفرس نوع الكوتشي القديم. حتى هنا ما راحتش للحاجات اللي شبه فيلا والحاجات اللي بتكون ضخمه قوي، لا، الذكاء هنا ان هي دمجت الحاجه الكلاسيك قوي زي البليزر وفي نفس الوقت هو جلد، ودمجتهم مع كونفرس حاجه سوبر كاجوال، بلس ان هي حطت النضاره كلاسيك. اغلبنا برضو دلوقتي لما بيجي يختار حاجه ويحط النضارات نازله ترند دي اللي هي بتبقى مربعه شويه كات اي الحاجات دي، لكن انا بشوف ان في الاوتفيتس دي اللي بيخليها شكلها حلو ان هي دايما بتروح للكلاسيكس. علشان كده الحاجات دي اصلا اسمها كلاسيكس، علشان هي على طول هتفضل لايقه وعلى طول هتفضل شكلها حلو مهما مر عليها الزمن. تاني اوتفيت انا جبته لكم فيه الجينز. الفكره هنا مش في الاوتفيت، الفكره هنا حتى مش في القميص الاوفر سايز ولا حتى في نوع الجينز. الفكره هنا ان هي حطت اكسسوارز معينه خلته شكله بسيط قوي في نفس الوقت شكله حلو قوي، شكله عفوي، شكله مريح اكتر للعين. يعني الفكره هنا مش زي ما بقول لكم خالص ولا في الليزر، يعني مش في الخامه خالص. الفكره هنا ان هي لبست حاجه ستراكشر. يعني ايه ستراكشر؟ يعني حاجه خطوطها حاده. الخطوط الحاده دي هتلاقوها ان هي بتتكرر في الاوتفيت بشكل معين. يعني مثلا في القميص ده لو شفتوا عند الكتف هتلاقوا ان خطوطه حاده شويه، تلاقوا برضو ان نفس الحده اللي اتكررت في القميص هتلاقوها موجوده في الشنطه دي الشيب بتاعها نفسه ستراكشر جدا، يعني ليها خطوط حاده وكمان شكل الشنطه مميز جدا. هتلاقوا برضو ان ده اتكرر في النضاره رغم ان هي مش واضحه ورغم ان هي مش لابساها، لكن مسكتها ليها لوحدها تبين جدا النضاره دي مميزه. هي ما راحتش للحاجات الكلاسيك، لكن لو بصيتوا على الشامبر نفسه هتلاقوه كلاسيك. اليد نفسها بتاعت النضاره مش كلاسيك، اليد نفسها ترندي. كمان لبست كونفرس، وانا بحب جدا شكل الكونفرس مع الاوتفيتس دي. ده ستايل كاجوال من اوله لاخره، لكن
اللي محطوط فيه كلاسيك هو الشنطه دي من النوع الكلاسيك. انا بفضل جدا ان انا ادمج ما بين الكلاسيكس وما بين الحاجات الترندي، بشوف ان ده اللي بيعمل فرق في الاوتفيت بتاعي، مش ان انا افكر بس ان انا البس كاجوال فالبس كل الاوتفيت كاجوال، ان انا افكر ان انا البس سيمي فورمال ان انا البس كله فورمال، او عموما اي اوتفيت بفكر فيه ان انا البسه كله بنفس الطريقه. لا، انا ممكن اميكس اند ماتش، يعني ان انا ممكن ادمج حاجات مع حاجات وتكون شكلها حلو. طبعا هنا انا مش هتكلم خالص على البلوفر اللي محطوط على الكتف، ان انا قلت لكم في كذا فيديو قبل كده ان دي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها وبشوف ان هي بتعمل فرق جدا في الاوتفيت بتاعنا. اوتفيت نمبر 3 للجينز. اغلبنا لما يجي يشوف الاوتفيت ده هيفكر في لا تمام الاوتفيت ده جميل عشان هو جينز على جينز، لكن الفكره هنا مش في الجينز على جينز، الفكره هنا في حاجه انتوا ممكن ما تاخدوش بالكم منها خالص. الفكره هنا في اليد بتاعت الشنطه، في الوان معينه بتليق على درجات جينز معينه. يعني مثلا الدرجه دي بحبها جدا مع اللون البني، بحس ان احنا لو لبسنا عليها شنطه لونها اسود ممكن ما تبانش قوي، ممكن يبقى شكلها حلو وتمام ولايقه وكل حاجه، لكن في درجات معينه زي ما بقول لكم هو ده اللي بيفرق وبيحدد الاوتفيت بتاعي ده شكله مميز ليه. يعني هنا ممكن اغلبنا ما يبصش اصلا للشنطه، واغلبنا يشوف ان هي ماسكه كوفي تمام حلوه وكل حاجه، لكن هنا المميز في الصوره دي هي الشنطه. هو كمان الكروب بلوفر ملبوس من تحت القميص الجينز. اغلبنا برضو بيروح على طول البيزكس اللي هي الابيض اسود كل الحاجات دي، لكن مش بنفكر ان في درجات من الابيض في درجات من الاسود. شوف ان الدرجه دي زي ما هي بتبقى حلوه قوي على البني، كمان بتبقى حلوه جدا على الكريم، يعني اللي هو الابيض اللي مكسور شويه اللي احنا بنقول عليه اوف وايت، بس هو بيكون يعني اغمق سنه او سنتين مثلا من الاوف وايت كمان. اخر اوتفيت ده بقى انا مش جايبه لكم خالص عشان اقول لكم بصوا الاوتفيت ده عامل ازاي او بصوا جميل ازاي، انا هنا جايه اقول لكم على الحاجات البسيطه اللي بتخلي شكله حلو. لما بيجي يشتري اي جاكيت يكون بامب شويه يشتريه بكم، وانا بشوف الصراحه ان ده بتبقى حاجه ريسكي قوي ان انا ما اقدرش انسقه بكذا طريقه، لكن هي هنا لبست حاجه تكون بيزك قوي، لبست سويتر ابيض تحتيه جينز، وانا بشوف ان ده شكله حلو قوي اصلا لو اتلبس لوحده. لكن الاضافه هنا كانت في الجاكيت البامب اللي بيكون نو سليفز، يعني انا لو اشتريت اي جاكيت بامب سليف هفضل ماشيه على طول عامله كده ومش هقدر ان انا اتحرك بيه، بس ان انا مش هقدر استفيد منه بكذا طريقه، يعني مش هقدر استفيد منه مثلا غير مره او مرتين لما احتاج ان انا البس حاجه تدفيني وخلاص. لكن الذكاء هنا في الجواكت دي هي ان انا لو جبت حاجه نو سليف ليه، علشان انا ساعتها ممكن انسقه بكذا طريقه، ممكن البس اي لون من تحتيه، يعني هيبقى عندي اوبشنز كتير جدا من ان انا اشتريه بكم. تاني بارت هنتكلم عليه في الفيديو ده وهو السكيرتس. هوريكم شويه اوتفيت ليه علاقه بالسكيرتس. طبعا كل واحد حر بيلبس سكيرت قصيره، سكيرت ميدي، سكيرت طويله. الفكره هنا مش في طول السكيرت ولا حتى في الاوتفيتس نفسها، يعني ممكن تاخدوا الاوتفيتس دي وتعملوها زي عندكم براحتكم، وممكن ما تعملوهاش وممكن ما تستفيدوش منها، لكن تستفيدوا بالتبس البسيطه خلت اصلا شكل الاوتفيت ده بالسكيرت دي يبقى شكله حلو. لا في الاوتفيت ده ولا في السكيرت ولا حتى في البلوفر ولا في الشنطه ولا في البوت اللي هو اصلا الاوتفيت كله بيتكون منها. الفكره هنا ان البنت ما خافتش خالص ان هي تلبس حاجه طويله على السكيرت. لما بيجي يختار ان هو يلبس اي سكيرت بيلبس السكيرتس بتكون بيحط حاجه من جوه علشان السكيرت كلها تبان. بنحب اغلبنا ان احنا نبين كل حاجه في الاوتفيت بتاعنا، وانا كنت قلت لكم قبل كده ان ممكن اخبي شويه حاجات من الاوتفيت بتاعي علشان يطلع شكلها احلى. لابسه اكسسوارز كتير قوي تمام يبقى شكلي حلو، لكن الفكره هنا مش في ان انا ابين كل الاكسسوارز بتاعتي، الفكره هنا ان انا ممكن البس فوقيها شال، ممكن البس فوقيها طرحه، وفي نفس الوقت الحاجه تكون مش باينه لكن لما باجي اتحرك بتبان. البنت في الاوتفيت ده هي لبست حاجه طويله، وانا شايفه ان ده الصراحه اللي خلى شكل الاوتفيت يبقى حلو قوي. لبست حاجه طويله دخلت جزء وخرجت جزء تاني. اللي خلاني اجيب لكم الاوتفيت ده ان انا اقول لكم ان مش شرط ان احنا نحط حاجه جوه الجيبه ولا ان احنا نلبس حاجه كروب على الجيبه علشان الجيبه كلها تبان، لا احنا ممكن عادي جدا نلبس حاجه طويله ونحط جزء ونطلع جزء. بحس ان ده بيدي شكل كونفي اكتر، يحسسني ان انا مرتاحه اكتر من ان انا اكون مظبطه كل حاجه في الاوتفيت بتاعنا. ساعات التظبيط الزياده في الاوتفيتس بتاعتنا فده اللي بيبوظ اصلا شكل الاوتفيت. يعني عارفين زي ايه؟ زي ان انا عايزه اقولها لكم بحاجه ليها علاقه بالرسم، زي ان انا افضل احافظ على ان اللوحه تكون كل التفاصيل بيها باينه، يعني ارسم دي مظبوط قوي وارسم دي مظبوط قوي. ساعتها لما انا اجي ابص على اللوحه من بعيد هبقى مشتته، انا ببص على انهي جزء في اللوحه، يعني ببص على الايد اللي مرسومه حلوه قوي ولا الوش اللي مرسوم حلو قوي ولا الجسم اللي مرسوم حلو قوي. علشان كده انا لازم اخفي او افيت حاجات شويه في اللوحه علشان حاجات تانية تبان. نفس الكلام في الاوتفيتس بتاعتنا، انا ممكن اخفي شويه حاجات في الاوتفيت ما احطش التركيز الكامل عليها علشان حاجات تانية ابينها واظهرها اكتر. تاني اوتفيت انا برضو مش جايبه لكم علشان اوريكم ازاي السكيرت دي جميله وازاي الاوتفيت ده شكله حلو قوي. الفكره هنا في المونوكروم. المونوكروم مع السكيرتس اغلبنا ما بيحبش يعمله، اغلبنا بيحب ان هو يعمل كده مع البنطلونات والتيشيرتات، لكن هنا هي حطت مونوكروم، والمونوكروم ده لو ركزتوا في الصوره تلاقوه حاسسكم ان دي مش سكيرت اصلا، لا ده فستان. كل ده ليه؟ بسبب المونوكروم.
تالت اوتفيت للسكيرتس. السكيرت هنا بليتد. يعني ايه بليتد؟ يعني بليسيه، يعني فيها كسرات كتير جدا. اغلبنا لما بيجي يلبس السكيرتس البليتد بيخاف يلبس عليها اي حاجه تغطيها من قدام، بيشوف ان البليتد او الكسرات اللي موجوده فيها هتبوظ الشكل. لكن هنا انا شايفه ان ده الصراحه خلى الستايل حلو قوي. هي لبست سويتر فيست عليه، والسويتر فيست ده هي ما حطتهوش كله من جوه. خلي بالكم ان هي لو كانت حطته من جوه كان شكل البليتد اصلا مش هيبقى حلو. عارفين احساس ان الحاجه تكون طالعه كده شويه من بره ومبينه ان بطنكم زياده قوي؟ اصلا البليتد من الاقمشه اللي بتخلي الشكل بتاع البطن يبان ازيد. كون انتوا لو عندكم بطن زياده فان احنا ندخل حاجه من جوه ده مش الحاجه اللي بيخفيها، بالعكس دي الحاجه اللي بتظهرها. ممكن اعمل ان انا قصدي، عارفين اعمل ان انا قصدي دي اللي هو يعني قال يعني انا قصده بس انا مش قصده ان انا اخرج الحاجه من بره على اساس ان انا لابساها از ستايل. لكن الفكره ان انا هنا ممكن اكون بخفي حاجات في جسمي انا مش عايزاها ان هي تظهر. رابع اوتفيت للسكيرتس، انا مش جايبه لكم علشان برضو اوريكم ازاي السكيرت دي جميله وازاي ان هي فيها كذا نقشه وكده، مع ان دي اول حاجه عينينا هتيجي عليها. لكن انا جايبه لكم السكيرت دي علشان اقول لكم ان احنا ما نخافش ان احنا نلبس مع السكيرت توت باك. اغلبنا لما بيجي يلبس سكيرت بيكون حافظين او احنا مقتنعين ان السكيرت على طول حاجه كلاسي، حاجه شيك، فبيدمج معاها الشنط اللي شكلها حلو، الشنط السوداء، الشنط البني، الشنط الكلاسيك، الشنط اللي بتتلبس على الوان شولدر. كل الحاجات دي بتبقى حلوه وتمام وجميله وكل حاجه. لكن فكره ان احنا نعرف ندخل حاجه عفويه على اوتفيت يكون كلاسيك او سيمي كلاسيك، هو ده الذكاء. ان احنا نحط حاجه في اللبس بتاعنا اللي قصادنا يفكر اللي هو ازاي انا ما فكرتش قبل كده ان انا ادمج الحاجتين دول مع بعض. ده الذكاء من وجهة نظري. ففكرة ان احنا نلبس توت باج على السكيرتس، وبالذات السكيرتس اللي تبان ان هي شكلها كلاسيك، بحسها شكلها بيبقى حلو قوي. بارت هنتكلم عليه في الفيديو ده وهو الوايت شيرت، ومن 2015 او 2016 واحنا بنسمع على طول ان الوايت شيرت من الكلاسيكس، من الحاجات البيزك اللي لازم تكون عندنا في الدولاب. فعلشان كده بسبب ان هي موجوده كتير عندنا في الدولاب، يعني انا مثلا عندي حوالي 4 أو 5 حقيقي وايت شيرت. كل حاجه وكل قماشه للوايت شيرت بتفرق جدا ممكن ان انا البسها ازاي. زي اوتفيت نمبر 1. اوتفيت نمبر 1 ممكن كلكم اغلبكم يقول انا جايبه الاوتفيت ده علشان بس اقول لكم احنا ممكن نلبس سويتر فيست تحتيه قميص. الفكره هنا ولا في الوايت شيرت ولا حتى في السويتر فيست ولا في البنطلون، الفكره هنا في الشكل المريح اللي احنا حسينا بيه في الاوتفيت ده. ليه؟ لان كل حاجه متطلعه من بره. جت موضه كده من فتره ان احنا كنا بندخل كل حاجه من جوه، وانتوا عارفين ان انا بحب ان انا ادخل اجزاء جوه اللبس بتاعي. لكن الفكره هنا ان في اوقات لما بدخل حاجات جوه اللبس بتاعي، يعني بدخل مثلا تي شيرت جوه البنطلون او كده، بيطلع شكله مش حلو قوي. ليه؟ بسبب ان القماشه مثلا تخينه شويه، بسبب ان انا مليانه شويه او عندي بطن مثلا في الفتره دي، فبتخلي شكل الاوتفيت بتاعي مش حلو. احنا ممكن نطلع كل حاجه من بره وفي نفس الوقت شكلنا يكون حلو قوي اكتر من ان احنا لو دخلناها جوه. تخيلوا كده الاوتفيت ده معايا لو كان كل حاجه داخله جوه البنطلون، كان شكله هيبقى حلو لكن ما كانش هيبقى ملفت للنظر زي ما احنا شايفينه دلوقتي. اوتفيت نمبر 2 انا جايباه بقى علشان اوريكم حاجتين. اول حاجه في الالوان، تاني حاجه في الستايلينج. الحاجه اللي في الالوان ان اللون البني بيليق جدا على اللون الاسود. اغلبنا حافظ بقالنا مثلا من 2010 2011 ان اللون الاسود مع اللون البني بيبقى شكلهم وحش قوي، ان الاثنين دول ما ينفعش ان هم يتلبسوا مع بعض. طبعا بني بدرجاته، هو ده يعتبر بني على بيج شويه، يعني بني فاتح شويه، لكن عموما اللون البني بيليق جدا مع اللون الاسود وبيبقى شكله حلو قوي. لكن اعرف بحطه فين وازاي في الاوتفيت بتاعي. تاني حاجه عايزه اقولها لكم على الستايل ده هي الوايت شيرت تحت البلوفرز الاوفر سايز. لما بنيجي نلبس اي بلوفر اوفر سايز بنبقى ماشيين عاملين كده وبنحس ان احنا مبهدلين جوه نفسنا، علشان احنا ما بنبقاش عاملين ستايلنج للبلوفر الاوفر سايز ده. بنعتمد ان هو ليه شكل معين على لبسنا. لكن انا ممكن اعمل ستايلنج البلوفر الاوفر سايز ده بالوايت شيرت، يعني ان انا اخرج الياقه منه. يعني ان انا مثلا اجيب وايت شيرت يكون عارفين اللي هو شبه الشيرت دريس كده، اللي هو طويل شويه، البس فوقيه حاجه تكون اوفر سايز فيبقى باين منه جزء صغير من تحت يبقى شكله حلو. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وحبيتوه، ولو استفدتوا منه بليز اعملوا لايك سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي، وباي باي.